ازيكم يا شباب. النهارده هقول لكم ازاي تجمعوا اكتر من 100 ماسكرانو في اف سي موبايل في حدث الكابتن الجديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك ويلا نبدأ دلوقتي يا شباب. اللي فوق ده هيكون عداد الماسكرانو، هتشوفوا في الاخر جمعنا كام ماسكرانو في اخر الفيديو. اول حاجه ندخل على حدث الكابتنز، نروح على قسم توتي، وبعدها هتلاقوا اول قسم، ده اول قسم في حدث الكابتنز. اول ما تيجي هنا هيقول لك تعمل 40 تاكلينج في اي مود، تاخد واحد ماسكرانو. نروح على قسم انيستا، هتلاقوا هنا نفس الكلام، تاخد واحد ماسكرانو، ولكن لما تعمل 3 راوندات في التشالنج بتاع الكابتن. طب ازاي تخلص المهمة دي؟ تروح على بلاي، وبعدها تروح على لايف ايفنت، وبعدها تروح على تشالنج مود، وهتلاقي هنا ديلي تشالنج من الكابتنز. هنا ده تخلص ال3 راوندات وتخلصهم، وده هتلاقي كده خلص واخدت الواحد ماسكرانو. نروح على قسم الريوردز تيم توتي، هتلاقوا هنا لما توصل لنص المسار هتلاقي 2 ماسكرانو. تروح في الاخر هتلاقي في الشوب هنا برضو لما تدفع 500 من اللي هو توكن الكابتن هتاخد 5 ماسكرانو. نروح على تيم انيستا، تروح هنا برضو هتلاقي في نص المسار كده هتلاقي لما تدفع 200 من توكن الكابتن هتاخد 2 ماسكرانو. تمشي شوية هنا 1 ماسكرانو. نروح على الكويستس، تلاقي انك لما تخلص جميع المهمات دي هتاخد 1 ماسكرانو في الاخر، ومعاه ديلي اوفر ايه. هتخلصهم ازاي؟ اول مهمة بيطلب منك تفتح 10 باكات فري. هتعمل جو هتفتح باك فري سهل جدا. تاني حاجة بيقولك بيك يور كابتن، سواء بقى توتي انيستا كليني، تدفع 1500 من توكن الكابتن وهتاخد 500 جوهرة وهتخلص المهمة. تالت مهمة بيقولك كومبليت 15 ايكونيك ماتش اوف كابتن، انك تخلص 15 ماتش من حدث الكابتن، سهلة برضه. واخر مهمة انك تسجل دخول لمدة 20 يوم، وكده برضه هتخلص المهمة. واخر مهمة انك تكسب 15 ماتش في الديفيجن رايفل، تكون خلصت جميع المهام واخدت الواحد ماسكرانو. ممكن برضو تجيبوا ماسكرانو من قسم الدوري اللي هو الليجل زي ما انتوا شايفين. بعدها تروح الريوردز، بعد ما تروح الريوردز في ليفل 40 هتاخد 2 ماسكرانو. مفترض انت لو دوري قوي كنت هتكون اخدتها. برضو في الاكستشينج تروح على البلاير اكستشينج، نروح على رانك اب اند تريننج، هتلاقي ده بيطلب منك تحط 5 لعيبة توصل الاوفر بتاعهم 450. طبعا سهلين جدا، بتحط اوفرات عادية جدا وهيجيلك 1 ماسكرانو، وممكن كل اسبوع تعمل منها 2، يعني كل اسبوع 2 ماسكرانو في لمدة ال4 اسابيع. في حدث الكابتنز هيكون معاك 8 ماسكرانو منهم. الستار باس في ليفل 10 في 1 ماسكرانو، وفي ليفل 25 في 1 ماسكرانو كمان. يبقى كده في الستار باس في 2 ماسكرانو. روح على الاكتيفيتيز، كل يوم بيبقى فيه مهام يومية. ساعات بيجيلك بيقولك رانك اب لعيب واحد وهيجيب لك ماسكرانو. ممكن برضو في تسجيل دخول يجيب لك ماسكرانو، يعني النهارده هيجيب لي جواهر ممكن يجيب لك ماسكرانو وهكذا. واخر قسم هنا الاركيد ده التوكن ده هي بتاخد لما تخلص المهمة. يعني مثلا بيقولك بلاي 3 ديفيجن رايفل ماتش تو جيت 1 اركيد تيكت، تلعب 3 ماتشات ديفيجن رايفل عشان تاخد 1 تيكت. التيكت دي ممكن برضو يجيلك ماسكرانو. نروح على بلاي وبعدها الديفيجن رايفل، هتلاقي ان في الفي اس اتاك وهيد تو هيد وانجر مود ماسكرانو. يعني نروح كده على في اس اتاك، نروح على الرانكينج ريورد، هتلاقي ان من اول وورلد كلاس بي كل رانك بتطلعه بيجيلك 1 ماسكرانو. فلما تطلع كل الرانكات دي هيبقى معاك 13 ماسكرانو. فانت لما تجمع 13 ماسكرانو في فيس اتاك و13 ماسكرانو في هيد تو هيد و13 ماسكرانو في ماجر مود، كده هيبقى معاك لو ماسكرانو. فانت كده هتجمع 100 ماسكرانو بكل سهولة. طبعا احنا مقلناش كمان الاحداث التانية بتجيب ماسكرانو ازاي، في كتير ماسكرانو في اللعبة. فلو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك وشوفوا الفيديوهات المقترحة دي دلوقتي، وسلام.